واحد بيقول وصلتني عجينة تسمى بخبز العذراء، بدأت بإيطاليا ووصلت حتى هنا بالكويت، ويقال ان السيدة العذراء ظهرت للسيدة بإيطاليا وعجنت لها هذه العجينة وتركتها لتطفيها لأنها كانت سيدة مريضة، وطلبت منها أن تأخذ ربع العجينة وتقوم بالتوزيع الباقي، وهكذا لكل شخص تصل العجينة. دي خرافات. ايه اللي عذرا جابت عملت عجينة واديتها لوحدها؟ ده حتى اذا كانت سيدة مريضة والعذرا عايزة توكلها تجيب لها خبز جاهز، مش تجيب لها عجينة. ويعني ايه تاخد ربعها وتصدق؟ ما تصدقوش كل حاجة بيقولوها الناس.